ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشوني جدا. انا بقالي كتير جدا ما نزلتش روتينات ولا فيديوهات على اليوتيوب. لان اولا ما بلاقيش اشجاع منكم، ثانيا انتوا عارفين كويس جدا مجال شغلي ما بيخلينيش ابقى فاضيه طول الوقت، فبحس بضغط الشغل كتير جدا. فالنهارده لقيت نفسي سقعانه، ومحمد كان تعبان ولسه جايبي من عند الدكتور، والبيت يضرب يقلب. قعدت قلت طب اعمل ايه فقررت ان انا ابتدي بقى ايه، قلت إيه، مش هيشجعني غير لما ابتدي تصوير، فهتشجع وهشتغل. يلا بينا. اول حاجه كده صلي بينا على النبي، لا يحلى كلام الا بذكر الرحمن عليه افضل الصلاه والسلام. تاني حاجه ما تنسوناش في اللايك والشير وسبسكرايب يا جماعه، شير كده واشتراكات وتعليقات ولايكات، حاجات كتير جدا مش تبخلي عليها بحاجه. تعالوا بقى بينا نبتدي. احنا اول حاجه بدات بيها هي الصوره طبعا. كان فيها بهدلة بس مش كتير، كانت بسيطة، كان في أولاد بياخدوا درس فكانتش البهدلة يعني شديدة. فبدأت كده نفضت الطرق الركنية وكنست الجزء اللي ما بين الركنية اللي هي السجادة يعني، وبدأت في السجادة التانية وكنست من تحتها. وبدأت كده أطمس السجادة كويس جدا وأبتدي إن أنا أنضفها. مشكلة السجادة اللي زي كده بتبتدي اي مثلا لو منديل، لو اي حاجة تنزل عليها. فبدأت اخلصها واطلع التراب على الباب زي ما انتم شايفين، وهروح اجيب المقشة المقشة والجاروف، وهبتدي ان انا الم الزبالة. طبعا طلع منها تراب. بجد يعني انا بتعب جدا من كتر التراب، مع ان بيتي في وسط شارع مش بيخش فيه عربيات كتير ولا تكاتك كتير، ولكن دايما في تراب. فبدأت برضو بالمقشة كده ألم ما بين التراب على قد ما أقدر، ولمتهم. وهروح أجيب الجرد الوش بصوبة وابتدي أمسح الجزئية اللي باين فيها البلاط. زي ما انتوا شايفين كده، انتي لسه نايمة بقى وكسلانة ومتدفية تحت البطانية وكل حاجة عندك كسل كسل. يلا بينا، انا قلت ما اعملك فيديو تتشجعي معايا. فبدأت زي ما انتوا شايفين كده، خلاص خلصتها وهبتدي اقفل الباب بتاعها خلاص. كده خلصت معايا، هي سهلة جدا في تروقها. هي خلصت كده معايا وبدأت قفلت الباب، لان الصالة دي احنا مش بنخش منها ولا بنطلع منها ولا بنقعد فيها. هي لو في اولاد بتاخد درس تمام، مش فيه بتفضل مقفولة زي ما انتم شايفين. وكده خلاص، تعالوا بينا بقى يلا معانا نخش الطرقة. انا غيرت في الطرقة كتير، الناس اللي متابعة فيديوهاتي القديمة هتشوف التغيير في الطرقة. انا نقلت الفريزر هنا، وكمان في جزامة انا كنت اشتريتها اونلاين من فترة ومش صورت خالص من بعد ما جبتها. فزي ما انتوا شايفين كده بدأت بالفريزر. البخاخ ده دايما بقى معايا في الترويق، بحط فيه كل حاجة عندي من مساحي من معطرات، وبزودها مية وبتفضل بقى معايا كده في المسيح عشان تدي لمعة للحاجة اللي انا بمسحها، سواء دولاب سواء خشب سواء باب سواء كده يعني. مسحت الباب بتاع الفريزر وهبتدي افرش عليه المصلية اللي انتوا شايفينها دي، علشان احافظ على باب الفريزر من اي تجريح. لا احط مثلا اي حاجه ما تجرحش الباب بتاع الفريزر، فدي بتحميها لي. بعد كده دخلت على الغسالة الاوتوماتيك. دي علبة المسحوق، ودي الجيركن ده اللي بيكون فيه برس الجل. ومكان ما انا باجي اطلع المسحوق بيبتدي غصب عني يبتدي ينزل مسحوق منه. وده الجزامة بصراحة دي عملية جدا، لمت لي حاجات كتير خالص، ما خلتش عندي مشكلة مع الأحذية ولا كركبة قدام باب الشقة. فجبتها اونلاين، مش متذكرة جدا تمنها، بس هي كانت كعملية يعني بصراحة مش تعبتني، وطلبتها وكانت جميلة جدا. نسيت اوريكم قبل ما ادخل الطرقه ان انا نقلت اوضه القعده برضو، زي ما قلت لكم الناس اللي متابعه فيديوهاتي القديمه هتعرف ان اوضه القعده ما كانتش بالمكان ده خالص. بس قبل ما نروح تعالوا بينا بس نطلع الفم في الغساله. الفم في الغساله ده كان فاتوره اوضه النوم، كنت بغسلها. فهطلعها وهبتدي احطها على الحبال تتهوى. على فكره الفيديو ده انا كنت بصوره بدايه بالساعه 11 ونص بالليل، يعني انا عقبال ما خلصت الربع كله كانت الساعه 2. وهبتدي احط الفم ده كله هدوم، كانت هدوم محمد لان هو كان تعبان جدا امبارح وقعد يرجع كتير و... ف... فانا حطيت فم لوحده. وببتدي احط معيار المسحوق اللي انا متعوده عليه.
وكده خلاص لازم تعملي كل حاجه مع بعض. مثلا بتروقي يبقى الغساله بتاعتك شغاله، الغساله العاديه شغاله، كل حاجه في وقت واحد عشان ما تكسليش وتخلصي مع بعضه. قربتي على 5 دقايق من الفيديو وما عملتيش ولا لايك ولا شير ولا سبسكرايب للقناه خالص. وده طبعا انا كان عندي كميه هدوم كتيره، فانا دخلت كده فيهم على قد الغساله، وهبتدي وانا معاكم اطلع وادخل في كذا عدة من الغسيل يعني. هنا بقى اوضه القعده دي زي ما انتوا عارفين، الناس اللي عارفه الفيديوهات القديمه، ان الاوضه دي كانت مكان الاوضه اللي انا هوريها لكم بتاعت محمد ولعبه. فانا حبيت اغير الديكور بتاعها ونظام، فنقلتها هي هنا. ولسه ما كملتش كمان ستايرها معلقتهاش ولا اي حاجه. خلصت انا بدات الطرقه كنستها وكله تمام، بدات اخش على سلالم. طبعا انا لازم قبل ما اخلص الطرقه كمان ابتدي اعمل السلالم، لان اللي هيخش وهيطلع هيخش على السجاد، فكاني ما كنستش الطرقه ولا عملت حاجه. فالسلالم بالنسبه لي امر مهم جدا لما اجي اروق. كنست 4 درجات دول بيطلعوا على السلم، وبدات اخدسها بقى كويس جدا زي ما انتوا شايفين. انا بمنتج لكم الفيديو دي كانت الساعه 2 وكنت خلاص هتجنن وانام، فكل تمام يعني. ما اعرفش بقى صوتي في طالع في الفيديو عامل ايه، بس يعني اعذروني ان فعلا فصل النوم. وبدات هنا اكنس السلالم وهكملها انا مع نفسي كده، وارجع لكم على طول بمسحها عشان مش هطول عليكم وقت الفيديو. هنزل انا بيها لتحت كده. خلصتها انا كده ونزلت بيها لتحت ولميتها بالمقشه والجاروف الزباله اللي كانت على السلم. دلوقتي جبت الجردل والشرشوبه وبدات ادخل على المسيح بتاع السلم. مسحت برضه ال4 درجات الاول، وبعد كده همسح العتبه وانزل بيها لتحت. انا بقى السلالم السيراميك بصراحه يعني البهدله بتظهر فيها بسرعه جدا، والنظافه بتظهر فيها بسرعه جدا. هنا بقى كان في مشكله معايا على عتبه السلم دي بصراحه، مش عارفه الاقي لها حل. عندي واحنا بنولع الشاليه سخونيه زي ما اكون ادت لسعه كده للسيراميك، مش عارفه دي حلها ايه. قعدت ادعك فيها كتير مش طلعت، بس قعدت امسح زي ما انتوا شايفين. كان بقى مبهدله مطرح المطر والبهدله، قعدت امسحه وخلاص. نزلت بها لتحت كمان وهبتدي اطلع خلصت تحت وهبتدي اطلع بها لفوق واعيد تاني عليها. ودخلت خلاص اعصر الشرشوبة تاني عشان ادي المسحة الاخيرة للسلم، وهعيد على عتبة السلم عشان افرش فرشتها. وخلاص كده يبقى انا خلصت السلم، وبالنسبة لي كده السلم فينيتو خلاص كده خلص. اللهم بارك. انا بالنسبه لي بقى لما اخلص السلم واخلص الطرقه واخلص الصاله، وطبعا انا ما عملتش اوضه القعده، ولو كانت حتى اوضه القعده عملتها بالنسبه لي خلاص كده انا يعتبر خلصت نص البيت. حطيت الفرشه دي انا بحطها على عتبه السلم علشان خاطر واحنا داخلين نمسح رجلنا فيها. خلينا نخش طبعا نمسح رجل مطرح اي حاجه قبل ما يدخل البيت علشان نحافظ على السجاد والحافظه اللي موجودين. وكده خلصت انا كده الطرقه وهقفلها وهبتدي ادخل على اوضه النوم. اوضه النوم بالنسبه لي زي ما انتوا شايفينها كده، كانت انا بقى مغسله الستاره بتاعتها وهعلقها دلوقتي معاكم. وكان مطرح ما غيرنا في الاوضه وفي هدوم وفي حاجه. يلا بينا تعالوا شوفوا الكركبه دي تخلص في ثواني. كل ما انت بتسمي وبتبتدي تعملي الحاجه وبتبقي قايمه وانت بتعملي الحاجه عارفه ان انت عايزه تخلصيها وعارفه ان انت. لكن على فكره لو قمتي تعملي البيت وانت حاسه ان هو هيبقى صعب، هو مش هيخلص اوريدي، هو مش خلصان. لكن لما تعمليه وانت مبسوطه وانت اصلا قايمه تعملي البيت وانت مرتاحه وانت ليكي نفس انك تعمليه، خلاص اوريدي هو هيخلص معاكي بسهوله جدا. دخلت علبه الميك اب بتاعتي وبدات دلوقتي بالبخاخ انزل على التسريحه وامسحها بالفوطه زي ما انتم شايفين. وخلصت التسريحه وجبت ابو محمد وقلت له طب تعالى لي كده يا ابو محمد ركب لي الستاره. قلت قبل ما يركبها امسح الشباك اللي بتكون هي تحت، يعني هقفل الشباك دلوقتي عشان تراب.
وقفلت الشباك ومسحته من بره وتمام كده. وهو بصراحة ما خدش 3 4 دقايق في تركيب الستارة. معذرة. اركب بقى الستارة وخلاص. ظبطتها انا كده زي ما انتوا شايفينها. وهبتدي اعدل السرير مش هغير ملايته لان احنا بقالنا كذا يوم مش نمنا في الاوضه دي، بننام في الاوضه التانية عشان انتوا شايفين الجو برد جدا، فبندفى مع بعض وبننام مع بعض. فهعدلها مطرح ابو محمد لما وقف عليه عشان يعلق الستاره، فبهدله شويه. فعدلته زي ما انتوا شايفين ونفضته وخلاص كده تمام معايا السرير. كده مش ناقص في الأوضة غير ان انا امسح بقية الكومودينات واكنس الارضية وانفض السجاد بتاعها وامسحها كمان. تعالوا بينا، انا كده خلصت. يلا السرير هبتدي امسح الكومودينات الباقية وافرش فرشتها بعد ما امسحها. كده فل خالص وتمام. يلا حبيبتي قومي انتي وهي واعملي زي كده وتشجعي واكتبي لي اكتبي لي كومنتات ان انا قدرت يعني اشجعك واقومك من تحت البطانيه كده تروقي. كده خلاص اوضه النوم بالنسبه لي فاضل فيها كام دقيقه وتبقى خلصت معايا. وفي الوقت ده رحت غيرت الجردل بتاعي شرشوبه وحطيت فيه المسحيق برضو اللي انا بمسح بيها، المسحه اللي انا همسح بيها. وبدات دلوقتي اشيل الفرشه بتاعت السجاد اللي هي السجاد يعني وانفضه اهو زي ما انتوا شايفين. ايوه كده. هي مش كان فيها بهدله كتير بس بصراحه قلت لا، طب ما انا بروق بقى، ايه المشكله اما اشيل بدل ما اكنس من فوق؟ طب ايه المشكله لما اشيل واكنس وامسح وهي كده كده تعب مره واحده. بالفعل قمت شلت السجاد وبالفعل بدأت دلوقتي اكنس الارضية بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده. كنست الارضية وكله تمام وغيرت المية بتاعت الجردة زي ما قلت لكم وهبتدي امسحها برضو. المية نضيفة وفلة وحطيت فيها كمان المسحيق والمقطرات اللي انا بمسح بيها. الشنطة دي بقى لميت فيها جزء من الشتوي اللي ما بتلبسش، وعايزة اقول لكم ان انا يعني ركنتها كده وقلت عشان لو في حاجة ظهرت ان هي ما بتتلبسش احطها فيها تاني. الشنطة دي لسه جايباها كانت ب45 جنيه، كبيرة جدا ومن عند ام رودي. هي بصراحة اديتها لي كانت ب45 واديتها لي ب40، بس هي عملية جدا وكمان خدت معايا كمية هدوم كتير 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 مش عارفة اقول لكم قد ايه. خدت معايا كمية كتير يعني. فحلو خالص بصراحة. يعني انت لما تيجي تشيلي الشتوي لا هاتيها وجميلة جدا. انا مستنية احطها تحت السرير، فمستنية الوقت اللي انا اشيل فيه تحت السرير عشان احطه مرة واحدة. مسحت انا كده الارضية بتاعت الاوضة وهعيد عليها بقى عايدة كمان، والجزء اللي انا هنشفه خالص هفرش فرشته اهو زي ما انتوا شايفين. كده انا بعيد بقى تاني اللي هي التنشيفة الاخيرة. كده تمام خالص. كده بالنسبه لي اوضه النوم بقى خلاص. هي مش كده فيها كركبه كتير، هي الكركبه جايه بقى في الاوضه بتاعت محمد ابني دي، يعني هي اللي فيها كل حاجه ما شاء الله عليه. اكيد مش هتشال لوحدي فقلت بقى مش هشارككوا شللي. كده خلصت وفرشت اوضه النوم وهفرش مشايتها وكله تمام واوضتها، وكمان هقفلها وخلاص كده. فاضل معايا انا قلت مرضتش يعني بصراحه اصور لكم المطبخ ولا اصور لكم التراس صغير، قلت اخليهم في فيديو تاني عشان الفيديو مش هيبقى طويل خالص. ففاضل لكم اصور كمان معاكم اوضه محمد. دي كده خلاص انا بوريكم الشكل في الاخر وشكل في النهايه.
جت معايا صدفه جدا ان الملايه لونها بينك والدفايه لونها بينك والسكين لا دي بقى الكارثه الكبيره. بصوا المنظر، انا عايزاكم تشوفوا. انتوا راضيين؟ انا صراحه مش راضي. انتوا راضيين؟ ربنا يهديه. دخلت كده جالي حالة اكتئاب عجيبة غريبة. اكتئاب. انا عديت مرحلة الاكتئاب. بدأت كده دلوقتي زي ما انتم شايفين، هبتدي بالسرير، نزلت البطانية ونزلت الملايات وهغير الملاية وهعمل كل حاجة كل حاجة. استنى عليا، هتشوفوا دلوقتي الأوضة دي تتغير. كأني مش في أي حاجة من اللي انتوا شفتوها. اوعوا كأنكم شفتوا حاجة. شوفوا معايا. شلت الملاية زي ما شايفين وهبتدي انفض المرتبة وهجيب الملاية. لا، اللي انا هفرشها دي مش ملاية. بصراحة دي حاجة كنت انا جايباها في جهازي، كانت عاملة زي البطانية كده. هي مش بطانية بقى، هي مفرش قطيفة. جميل جدا، تقيل جدا. زي البطانية بالظبط. بصراحة عملي جدا. انا دايما بفرشه، او يعني محبب بالنسبة لي في الشتاء ومش في الصيف طبعا. في الصيف بتعان، في الشتاء بفرشه على السرير علشان خاطر يدفينا. هو بيدفي جدا. هو ليه مخداته وليه الاكياس بتاعته صغيره، بس انا مش برضه احطها في المخده لان هي واسعه على المخده جدا، فعايزه تروح للخياط بقى ويضايق. وانا بصراحه مش راضيه اعمل كده عشان مش يعني ابوظه، فعلتهم وبدات استهلك دول. وديكوا شايفين خلصت السرير وطبقت البطانيه. وهنا محمد، طبعا ما تاخدوش بالكم محمد لابس بلوزكم. على فكره محمد ده اصلا جاي النهارده من عند الدكتور. هو مش مقتنع ان احنا في شتاء. هو لسه ما زال بيقول انا مش سقعان. هو ما زال لسه في شتاء، فادعوا له ان ربنا يهديه ويشفيه طبعا. فبدات كده بقى الم الاندومي والم الكوبايات اللي حاططها حواليه والبيبسي وكل الحاجات دي. فقلت له عقبال ما الم كده يا محمد ارجع لك الاقيك لميت المكعبات. بصراحه سمع الكلام ولمهم. فبدا يقول لي طب هاتي، مش انتي عماله تقولي لي ان انا دهولت ودهولت وعملت زعقي؟ طيب هاتي وانا هبتدي امسح مكان ما بهدلت. طبعا دي ترابيزه الكمبيوتر فبتتبهدل لان هو اكتريت وقته بيقضي هنا، فبتتبهدل. فبدا هو يحط بالبخاخ وخد الفوطه مني. اجي يا ابني وعنها كنوس، يقول لي انا همسحها، يقول لي لا انا يا ابني همسحها، يقول لي لا. خد الفوطه زي ما انتم شايفين وبدا يمسح الترابيزه بتاعته. وبدات انا كمان اسحب الترابيزات اللي انا حطاها جنب جنب السرير. حاطه ترابيزه منهم، انا حاطه اتنين، حاطه ترابيزه منهم عشان احط عليهم الاسلاك والواي فاي والحاجات دي كلها بتاعه الكمبيوتر، وترابيزه تانية علشان خاطر اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم ذكرني. حطاها علشان احط مثلا عليها الريموت بتاعه الشاشه، علشان احط عليها ازازه ما احنا نايمين، نحط عليها تليفوناتنا وهكذا يعني. فرشت المفرش اهو بالمنظر، نفضته كده ونفضت الترابيزات دي مطرح اي عفاره نزلت تحته وخلاص. وكده فاضل بقى كنيس الاوضه اللي كانت متكركبه. خلاص شلت انا الحافظه بتاعت النص التاني وبدات كمان اشتغل في الكنيس بتاعها. كنستها وخلصتها. وبدات برضو افرش الحافظه بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده. دي كده بالنسبه لي كانت خلاص خلصت. والعلبة دي كانت جايلي هدية في عيد ميلادي، فيها ساعة استغلتها وحطيت فيها ريموت التلفزيون. وكده خلاص هقفل بقى البلكونة بتاعتها وهبتدي امسح الشاشة. دي كانت اخر حاجة معايا في الأوضة، ان انا امسح الشاشة. كده تمام خلاص بالنسبة لي. وخلاص انا مرضيش اصور معاكم المطبخ ولا رضيت اصور معاكم بقيه البيت، قلت اخليهم في فيديو تاني. ما تنسوناش في لايك وشير وسبسكرايب، وهسيبكم في رعايه الرحمن. ادعوا لي دعوه حلوه من قلبكم. كده فيديو خلاص قرب يخلص. ما تنسوش تدعوا لي دعوه حلوه، تدعوا لمحمد وربنا يعيننا جميعا. هسيبكم في رعايه الرحمن، مع الف سلامه.